اهلا بيكم فيديو جديد، بس مش ريفيو جديد. النهارده هعمل لكم اكله سهله وسريعه، حاجه كده جديده. سندوتشات هعمل لكم فراخ بصوص الريكفورد. شايفين التفاصيل يا جماعه؟ شايفين؟ طبعا السندوتشات انا مش هحط لها طحينه، انا هكتفي بالصوص الجميل دوت. انتوا شايفين الموضوع مبهر ازاي؟ طبعا بقى فيه شويه اعشاب عطريه نقلت السندوتشات. عايزه اقول لكم في حته تانية، شايفين الخضار محتفظ لسه برونقه وشخصيته ازاي، ما اتهراش وسط الفراخ. شايفين التفاصيل؟ شايفين قطع الفراخ دايبه في صوص الريكفورد الكريمي ده. الفلفل الالوان مطعمها، الشبت مطعمها. عايزه اقول لكم حاجه اختراع يا كوتش. تعالوا معايا بقى نعرف الطريقه. اهلا بيكم فيديو جديد، بس مش ريفيو جديد. النهارده حبيت اشارككم باكله كده او سندوتشات ممكن تعتمدوها في اعياد الميلاد، بديل بقى للشاورمات والميني بيتزا والكلام اللي احنا ايه، والهوت دوج والكلام اللي احنا ايه ملينا منه في الحفلات والمناسبات بتاعتنا. هعمل النهارده معاكم فراخ بالريكفورد. نبدا بالمقادير. هجيب بولة هحط فيها انا معايا هنا حوالي نص كيلو صدور فراخ، انا مقطعها شرايح زيها زي الشاورما بالظبط. احطها في البولة. هي وصفة من الوصفات السهلة كده اللي احنا ممكن نعملها في السريع كده، مش بتاخد مننا وقت خالص. تمام. انا هحط مع الفراخ، انا بشرت توم وفصين 3 توم كده، مع كام قرن فلفل احمر. انا بحب الحاجات السبايسي جدا. تمام. اقلب كل ده مع بعضه. تمام زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي بقى عبارة عن ايه؟ ملح، فلفل اسمر، كمون، بصل بودر وتوم بودر، شويه قرفه. انا بحب احط القرفه عامه في البانيه، في اي حاجه فيها فراخ او لحمه. معايا شويه سماق، ومعايا شويه ريحان مجفف. تمام. كل ده هحطه. هقلب كل ده كويس جدا. تمام. طبعا انا حاطه الطاسه بتاعتي تسخن شويه. شايفين؟ برضو هحط معاها عصرة ليمون. تمام يا جماعة. وهقلب. انا اصلا بحب السماق جدا، ادخله برضو في اي حاجة مع الفراخ. وراك تتبيلة للبانيه بعملها، بيديني مزازة كده وطعم مختلف، غير ان هو كمان بيعلي القيمة الغذائية جدا. تمام كده. انا ايه، البانيه بتاعي جاهز اهو. بصوا هو كمان ممكن يتعمل في ساعتها كده، مفيهاش مشكله، لان هو لسه كمان هيتحط معاه الخضار بتاعي دوت. تمام. فنبدا كده ونقول بسم الله. هنحط شويه زيت. تمام. وهنحط قطعه سمنه بلدي. تمام. عايزه اعلي ده شويه. تمام. انا عامه موضوع السندوتشات ده في ايام الدراسه بالذات بيستهويني جدا، وبيبقى حاجه سريعه كده ومنقذه. وبعدين ايه السندوتشات اللي انا هعملها دي؟ انا مش هعمل لها سلطه طحينه او مايونيز او كل ده، لا. انا عندي الصوص اللي هيتعمل بيه صوص الريكفورد ده هيبقى غني جدا، وهيدي نفس التكايه بتاعه الطحينه اللي بتتحط في السندوتشات دي. كمان عايزه اقول لكم جميل جدا، انتوا اذا ركنتوا السندوتشات شويه
كل ما حلاوتها بتبان. انتوا عارفين الريكفورد اصلا كجبنه، كنوع جبنه طعمها غني جدا يعني. هنزل بقى عندي بالفراخ. تمام. وهفضل اقلب فيها كده. هي الطاسه عندي لسه بتسخن. تمام. بدأت اهي تقول حاجة. طيب انا عبال ما الفراخ بتاعتي تاخد وتدي كده مع نفسها شوية. تمام. انا هحضر بقى، انا اوريدي محضرة الخضار بتاعي اللي انا هحطه فيها. تمام. هحضر الصوص بتاعي. الصوص بتاعي بقى ده عبارة عن ايه؟ عندي جبنة ريكفورد. تمام. برضو الوصفة دي على فكرة بنفس الطريقة بتاعت السندوتشات اللي احنا هنعملها دي. احنا ممكن برضو نعمل بيها الفراخ يعني فرخة كاملة. بس احنا بقى ممكن نزودها شوية مية عشان تدي كده صوص للفراخ وهي بتتعمل. ممكن بقى نعمل جنبها رز ابيض وبروكلي يتحط فيها كده، بتبقى برضو من الاكلات الجديدة اللي برضو الغنية كجبنة جديدة ان هي تتحط في الفراخ. تمام. انا هعمل بقى الصوص ازاي. هاخد كده، هجيب طبق. تمام. احط فيه قطعة ريكفورد كده محترمة. تمام. انا ممكن عشان نسرع الموضوع شوية اودي دي على البوتاجاز وارجع لكم. طيب اجي بقى للصوص اللي انا عايزه اعمله للفراخ. انا هعمل شويه جبنه كده محترمين. تمام. شويه زبادي، اجيب معلقه تانية زبادي. انا مرضتش احط كريمه لباني والكلام دوت عشان انا عايزاها خفيفه شويه، لان هو صوص او الريكفورد عامه. انا حطيت هنا حوالي كوبايه الا ربع كده زبادي يا جماعه. ماشي. المهم انا هقعد اقلب فيها كده شويه. تمام. يعني عايزه الجبنه تتقلب كويس قوي. اوكي. عايزه اقول لكم دي من الوصفات الجميله اللي هتعجبكم قوي وتعجب الولاد في السندوتشات ومختلفه. بعدين الجيل الجديد دوت غاوي جبن قوي يعني. مرضتش احطها في الهاند بلندر، حسيت ان الموضوع مش مستاهل يعني. تمام. بس كده. هشوف الفراخ وارجع لكم. الفراخ اهي بقى يا جماعه ابتدت تقول حاجه. تمام. هنقلبها. طبعا انتوا عارفين ان من الحاجات المحببه واللي تكرارها في على مدار الاسبوع يعني في الاكل الواحد ما بيملش منها البانيه والفراخ يعني انا بحسها اخف صراحه في اللحوم جدا وكده من اي حاجه تانية. سريعه بقى
ومنقذة في ايام المدارس دي. تمام. انا برضو هقوم بقى حاطه على طول الخضار بتاعي. تمام. هحط بقى ايه، طبعا الخضار ده مش عايزه احرق لكم الموضوع، مع الجبنه بالذات الموضوع بقى مختلف. بيدي تست عالي جدا جدا يعني. عايزه اقول لكم طبعا احنا حطينا بصله مبشوره مع الفراخ في الاول، دي عشان تبقى غنيه اكتر. البصله دي بقى بتبان مع الصوص غير البصله المبشوره اللي احنا حطيناها دي. تمام. شكل الفلفل الالوان مبهج قوي حقيقي يعني. انا بس الصوص اللي انا هحطه ده مش عايزاها ان هي تبقى عايمه كده في الصوص. الوصفه دي على فكره ممكن نعملها الكلام ده لوحده، ممكن نعمل الصوص لوحده ونقوم حاطين فيها الفراخ. بس انا بصراحه بحب ان هي وهي على النار بتزود طعم يعني الجبنه، وصوص الجبنه الريكفورد بيتغوغل كده في قطع الفراخ، فبتبقى اطعم جدا يعني. تمام. من الحاجات بقى السهله اللي هي ما بتاخدش وقت خالص يعني. تمام. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حاجه كده من الحاجات اللذيذه قوي يعني. تمام. المهم ايه، انا عايزه اقول لكم ان الصوص ده من كتر حبي فيه انا عملته زي صوص كده جنب المشويات، او جنب مثلا الفراخ المحمره. يعني انا بحب بزوده بقى بايه، مش عايزه احرق لكم الصوص دوت، اعمله لكم ان شاء الله. الفلفل الالوان انا بشويه. الفلفل الالوان والبصل المشوي والثوم لما بيتشووا في الفرن بيدوا تيست عالي جدا، سواء بقى لصلصه المكرونه ولا اي حاجه. فبقوم حاطه بقى على شويه مايونيز والصوص اللي انا بعمله دوت، من غير بقى طبعا عامل الربط اللي انا هحطه معلقه نشا واحده بس يعني. وبقوم ضرباه كده في الكبه ضربه خفيفه. لكم ان تتخيلوا بقى طعم الفلفل الالوان والبصل المشوي والثوم المشوي مع المايونيز وقطعه جبنه كده صغيره وزبادي. انا ما بحطش كريمه لباني، بحس ان الجبنه مع الزبادي كافي قوي وما بتبقاش محتاجه لكل الكلام ده. تمام. طيب انا بقى مش عايزه الفراخ ما بتاخدش سوا كتير، مش عايزه الخضار يبقى كريسبي، عشان انا بحب الخضار يقرش كده، بيبقى طعمه بيبان. التسكيره اللي بتبقى في الخضار دي بتبقى باينه وبتعجبني جدا. طيب الصوص اللي انا عملته ده انا هحط معاه شويه نشا صغيرين كده. عارفين نفس فكره السويت اند ساور، بس الفرق هنا ان احنا بنعمل بنبدر الفراخ في السويت اند ساور بالنشا، لكن هنا انا بحطها في الصوص عشان كل العصاره والميه اللي نازله دي تربط مع الصوص ده. تمام. فانا بقى هقوم حاطه كل ده. تمام. رشة شبت. الشبت بقى مع الريكفورد عايزة اقول لكم بيدي طعم. انا اصلا بحب الشبت جدا يعني، من هواة الشبت يا جماعة. طبعا شايفين الجمال شايفين الحلاوة. انا بس ايه هسيبها كده 3 دقايق تاخد وتدي كده مع نفسها، وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه بعد كده.
شايفين بقى يا جماعة الموضوع مبهج وجميل ازاي ومختلف؟ انتوا عارفين انتوا لما بتعملوا نفس فكرة الكفتة كده في صوص الطحينة اهو. شايفين بقى الصوص مع عامل الربط؟ انا مش عايزاها طبعا تشرب كل الصوص ده، لان انا زي ما قلت لكم هو الصوص ده اللي هنحطه بقى في الساندوتش هيبقى بديل للطحينة. يعني بدل ما بنحط الطحينة ديت للساندوتشات، فالصوص ده قد ايه هيبقى جميل. الشبت بالذات يعني تحديدا مع الريحان المجفف مع الريكفورد عاملين ميكس يجنن صراحة. وبرده لسه محتفظة الخضار، لسه محتفظ برونقه كده يا جماعة. ياسمين مش بتاعت برفانات بس على فكرة. ان شاء الله هعمل لكم وصفات جديدة، حاجات سريعة كده، لان انا بتاعت السريع، انا بحب السريع، انا بحب الحاجات السريعة. تمام، هي كده بقى مش محتاجة اكتر من كده. حطينا كل حاجة، الصوص جميل، فنيجي بقى للايه، للتقديم. تمام، شايفين بقى الجمال؟ شايفين مبهج جدا يعني. نخش بقى في ايه، في التقديم يا جماعة. تمام. انا هعمل ايه، هحط بقى كل الجمال ده بقى يا جماعة. بصوا بصوا الجمال، شايفين؟ شايفين الطعامة والحلاوة؟ مش قادرة اوصف لكم ريحتها عاملة ازاي، مش قادرة اوصف لكم جمالها. انا حبيت برضو ان انا النهاردة اعمل سندوتشات حاجة كده بالريكفورد، لان برضو موضوع ان احنا نعمل فرخة بصوص الريكفورد برضو دسمة تقيلة. يعني ايه، من الحاجات اللي هي، بس طبعا بتبقى جميلة جدا بقى، خصوصا لو زودناها بالبروكلي وحطينا وعملنا جنبها شوية رز ابيض. طبعا انا الموضوع يعني حقيقي مبهج بالنسبة لي، والريحة جننتني. عايزة اقول لكم حاجة يعني تحفة. تمام، طبعا العين بتاكل قبل الايه، قبل الفم يا جماعة، فلازم ان احنا نعمل شوية ايه، ديكوريشنات. تمام، عايزة اقول لكم حاجة، شايفين الجمال؟ شايفين التحفة؟ حاجة كده يعني بجد تحفة تحفة تحفة. يعني انا مش عارفة اقرب لكم الصوص ده لايه، بس هو حاجة كده تحفة تعجب الولاد جدا. اتمنى بقى تجربوه. استنوا بقى هقول لكم انا هقدمه في ايه دلوقتي. شايفين الجمال بقى يا جماعة؟ طيب انا النهارده جبت الفينو، هنعمله في الفينو كده. تمام، على فكرة دي ايه، دي من اكتر الحاجات يا جماعة اللي هي ماشية قوي مع الفينو. وطبعا دي اذواق في الاخر يعني، زي ما تحبوا. بصوا بقى الصوص، شايفين الصوص في الساندوتشات؟ شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. زود صوص. تمام، زود ايه كمان، عصرة ليمون كده. تمام، ادوق بقى معاكم عشان احكم لكم على الموضوع. والله العظيم طعمه يجنن يجنن ومختلف جدا. حلو قوي قوي قوي. البصل لسه محتفظ بالقرشة بتاعته، الخضار محتفظ
بالقرشه برضو بتاعته، حقيقي مختلف جدا. اتمنى بقى تعتمدوه في حفلاتكم واعياد ميلادكم، هيعجب الولاد جدا. ان شاء الله اقابلكم بقى قريب في اكله جديده سهله وسريعه في عالم ياسمين. باي باي.